هل القولون التقرحي ممكن يأثر عليك؟ اكيد جدا. فكره الفيديو ده جات لي من سؤال على اليوتيوب من يوسف اسامه، بيقول انا نحيف وعايز ازود كتلتي العضليه وباكل كتير وبتمرن ومفيش فايده، ممكن اعرف ازاي ازود وزني عشان بدات احبط؟ علما باني، وده مهم قوي، عندي قولون تقرحي، ممكن يكون ده السبب في عدم الضخامه العضليه اللي انا عايزها. علما باني بقى لي 4 شهور بتمرن. اول حاجه 4 شهور بتتمرن معناها مده كافيه جدا ان لو في ضخامه عضليه انت حابب تشوفها او متوقع توقع طبيعي واقعي، يعني مش هتبقى بيج رامي في 4 شهور، فده اول مؤشر ان انت ماشي صح لو انت بتتمرن كويس. الحاجه الثانيه، هل القولون التقرحي ممكن ياثر عليك؟ اكيد جدا. المعده والقولون والامعاء هي اماكن امتصاص في الجسم، لو في مشاكل في القولون اكيد قدرتك على امتصاص العناصر الغذائيه هتبدا تقل. ضيف بقى على ذلك قله راحه، احباط من عدم ان انت تشوف نتائج، قله اكل او سوء تغذيه كمان عندك لو في، كل ده طبعا ممكن ياثر جدا على ضخامتك العضليه. فنصيحتي ليك راجع دكتور جهاز هضمي عشان تبدا تصلح مشاكل القولون، ظبط التغذيه بتاعتك، ظبط الريست او فترات الراحه عندك، وان شاء الله تشوف الضخامه العضليه اللي بتحلم بيها. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.